One, two, three, viva la Chile. One, two, three, viva la Chile. One, two, three, viva la Chile. المنتخب الجزائري حمل آمال الجماهير العربية في مباراته الثانية. الكل كان يترقب ظهورا مشرفا لمحاربي الصحراء في اختبار صعب للغاية أمام كتيبة الإنجليز التي رشحت للتتويج باللقب العالمي. حتى ديفيد بيكهام كان يدري جيدا أن الجزائر ستقدم كل ما لديها، لأن المونديال يقام كل 4 سنوات، ولأن تشكيلة المدرب رابح سعدان بدت عازمة على تشريف العرب لإعادة أمجاد 82. وبالفعل فقد نجح الخضر في فرض سيطرتهم على أرضية الميدان، هجمات لم تجد ما يتوجها بهدف افتتاحي خلال نصف الساعة الأول، الذي شهد أيضا بعض المحاولات لصالح الإنجليز، ولعل أبرزها تسديدة فرانك لامبار الذي فشل في هزم الحارس المتألق بولحي رغم الضغط المؤقت لنجوم المدرب فابيو كابيلو. وصلت الجزائر بثقة كبيرة نواياها الهجومية. زياني كاد أن يعلن عن تقدم الخضر قبل نهاية شوط أول سلبي نتيجة. في الفصل الثاني لم تتردد الجزائر في مواصلة المباراة على نفس المنوال، فوقفت حصنا منيعا أمام زحف الإنجليز الذين عجزوا بكل ما تحمله الكلمة من معنى عن تفكيك منتخب آمن بقدراته واستمات من أجل الحفاظ على نظافة الشباك. الممثل الوحيد للعرب في المونديال أكد للعالم بأسره أنه لم يأتي إلى جنوب إفريقيا من أجل المشاركة فقط، بل جاء لمنافسة الكبار. أداء بطولي لخصه مارادونا في جملة واحدة: على الجزائريين أن يفتخروا بمنتخبهم. أشرف بن عياد، الجزيرة الرياضية، جنوب إفريقيا. After a hugely disappointing performance in South Africa, England must now win their final match of the group against Slovenia on Wednesday in order to be sure of going through to the next round of the World Cup. They were booed off the pitch in Cape Town after Algeria held them to a goalless draw. Some of the tens of thousands of England fans who made it out to South Africa were left clearly frustrated. That must be one of the worst England performances I've ever seen. I mean, it's the first time we didn't even look like we had a plot, never mind lose the plot. For £5 million a year, right, he don't deserve it. Fabio just don't deserve £5 million a year for that absolute rubbish. How do I feel about it? Well, mate, what? I've just spent thousands of pounds, literally all of us. Who has spent thousands of pounds? Oh, it's terrible. It was really terrible. Algeria? I know Algeria. Back in Britain, the tension got to millions of fans as they watched at home, in pubs, bars and in front of giant screens up and down the country. We just couldn't get going. We weren't even playing the right formation. There's nothing up front at the moment. You put Jermaine Defoe on too late. Rooney was rubbish. It's not all over for England. A big win next week and they can still go through. But you won't find any of these fans betting on that. What is your opinion about ما رأيك حول هذه المباراة؟ ورأيك حول أدائك؟ حول المباراة أظن أن الفريق الجزائري صعب علينا الأمور كثيرا. الطريقة التي لعبوا بها صدوا كل المنافذ علينا ومنعونا من الفوز، وفي النهاية حارس المرمى كان ممتاز، ولربما لو سجلنا هدف في الشوط الأول كنا مرتاحين أكثر، ولكن لا يجب أن أعترف أن الفريق الجزائري استحق هذه النتيجة. تحية الأخ مصطفى، ونشكرك على المساندة تاعك للفريق الوطني، ونشكر اللاعبين على الأداء الجيد. أخ مصطفى، هذا التاريخ عملنا الجزائر بالتاريخ. أوكي، شرفنا العرب، شرفنا أفريقيا. أوكي، إنجلترا كانوا 4-0 5-0. رقم 7 تاع الجزائر بالدبوس عمره 20 سنة، لعب كل عنده 20 سنة خبرة. يا ربكم هذا عربي ولا فرنسي؟ الجزائر.
الحقيقة هناك فرحة عارمة في وسط لندن. كما ترون حولي أنا الآن في شارع إيجوال رود، وهو شارع به كثير من العرب والمقاهي العربية. سأبدأ بالحديث مع أحد المشجعين الجزائريين. ما هو شعورك بعد هذه المباراة؟ يعني الحمد لله ربي وفقنا في هذه المقابلة، وإن شاء الله نتمنى انتصارات أخرى للشعب الجزائري، وتحية الشعب الجزائري. وإحنا الشعب الجزائري تا واحد ما يخلعنا في الموند. 1 2 3 فيفا لاجيري، فيفا لاجيري، 1 2 3 فيفا لاجيري. خلاص ان شاء الله. على هذه هي عينة من الجزائريين في أماكن كثيرة في مناطق مختلفة من بريطانيا. الفوز الحقيقي أسعد وأثلج صدور الكثير من الجزائريين والعرب هنا في وسط لندن. واضح يعني الصورة كما نقلتها.